أشهر صيدلية وأجزخانة في مصر كلها تقريبا. الأجزخانة دي اسمها أجزخانة ستيفنسون، صاحبها اسمه الدكتور زهير سمان ابن الدكتور إحسان سمان. الدكتور إحسان اتخرج من صيدلة واشترى الصيدلية دي من واحد اسمه جورج ستيفنسون في أوائل الأربعينات. وصيدلية ستيفنسون دي كانت عبارة عن سلسلة صيدليات موجودة في بريطانيا أصلا، بدأت من 1899. صحاب ستيفنسون اللي كانوا موجودين في بريطانيا كانوا بيحبوا السفر كتيرة جدا، وكانت من ضمن وجهتهم إن هم اتجهوا إلى مصر، وهناك عجبهم المكان بتاع الصيدلية دي اللي احنا بنصورها دلوقتي. وبعد كده عيلة إحسان اشترتها، وحاليا دلوقتي ملك الدكتور زهير سمان ابن الدكتور إحسان سمان. وزي ما انتم شايفين من أول ما بتقفوا كده قدام باب الأجزخانة بتلاقوا في الفاترينا كل الأدوات القديمة اللي كانوا بيستخدموها، من أول بقى الميزان للإيد الهون اللي كانوا بيطحنوا بيه التركيبات، وكمان الفلاسكات والتست تيوبس وكل حاجة موجودة في الصيدلية، وحتى الإعلانات بتاعة الشامبوهات ومستحضرات التجميل والبرفيومز والكريمات وكل الكلام ده كانت موجودة. من أول ما دخلنا الصيدلية، أولا ده صاحب الصيدلية اللي هو الدكتور زهير اللي ظهر في الفيديو، من أول ما دخلنا الصيدلية لقينا كل حاجة زي ما هي على قديمها بالظبط، ما اتغيرتش فيها أي حاجة خالص، من أول الديكورات الموجودة في الصيدلية للأرفف الموجودة في الصيدلية، للأطباق بتاعة التركيبات، لإيد الهون، للصناديق اللي كانوا بيحطوا فيها البضاعة بتاعتهم بتاعة الأجزخانة، لحتى اللي هو الأباريق بتاعة الكحول اللي كانت موجودة زمان، للأزايز الكريستال اللي كانت موجودة زمان بتاعة التركيبات، وكل حاجة في الصيدلية. وطبعا دمجوا فيها الأدوية بقى الجديدة الموجودة حاليا. زي ما انتم شايفين كده انا بحاول اقرب لكم على كل حاجة موجودة في الصيدلية. شايفين الازايز الكريستال اللي كانت موجودة حتى لغاية دلوقتي. على فكرة هم بيركبوا جميع انواع الكريمات ومستحضرات التجميل والبرفيومز والخلطات، والزيوت عندهم تحفة وروايحها جميلة جدا جدا. وانا على فكرة اشتريت منهم زيت كده يعني بريحة المانجا روعة بجد، انا ما شمتش زيه في حياتي، والثبات بتاعه رهيب وثابت لفترة طويلة. وبعدين بقى هحاول كده اقرب لكم بقى اكتر على اكتر ركن عجبني في المكان كله في الاجزخانة، وهو بقى الركن كده اللي فيه الارفف بتاعه كل المواد بقى الكيميكالز الموجودة والاحواض الموجودة القديمة، والصناديق اللي كانت فيها كل الادوات والتولز، والازايز الكريستال بقى اللي كانت فيها الباودر، وكمان الحاجات اللي هي التوكسيك على جنب متسابة في مكان لوحده، وكمان الليبلز الموجودة على الازايز الكريستال. يعني بتخبط على الليبل ده كده بايدك، الكتابة اللي عليها بتتمسح علشان لو عايز تكتب عليها مادة تانية او تغير الليبل نفسه وتغير الازازة كلها. حاجات كلها جميلة ومميزة. وكل ركن في الصيدلية حتى الباركيه القديم الموجود، والبوتاسيوم بقى ايودين والبوتاسيوم برمنجانات وكل المواد المستخدمة، وركن لعلاج الأمراض الجنسية والتناسلية، وركن تاني لصحة القلب، وركن تالت لحاجات تانية كتير موجودة هناك، وحاجات مضادة للأنفلونزا ونزلات البرد، والفلاسكات الموجودة، والركن بقى بتاع السموم، وكمان حاجات مطهرة ومسكنة وحاجات للجهاز التنفسي. كل حاجة موجودة هناك، وحاجات برضو جلدية وموضعية تانية. وهقرب لكم برضو كده على صندوق هناك جميل قوي عجبني، السرنجات اللي ياما يعني تشكينا بيها زمان، اللي هي الصندوق ده بقى بالذات اللي هو اللي فيه الحاجات الشفافة، وكمان الأدراج اللي فيها بقى اللي هي الحاجة اللي هي زي الفلة عشان خاطر تقفلوا بيها الإزازة بجميع بقى أحجامها، علشان خاطر كل إزازة بيبقى ليها حجم معين بيتقفل بيها الفلة دي. عارفين بقى فيلم اللي هو كان الدواء فيه صم قاتل؟ انا افتكرت بقى وانا واقفة في الأجزخانة دي بالفيلم ده، بس على فكرة علشان خاطر ناس سألتني قالوا لي هي الأجزخانة دي هي بتاعة الدواء فيه صم قاتل، هقول لكم لا مش هي دي، واحدة تانية خالص. المهم ان اصلا كل الصيدليات على قديم وكانت بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده.
وده برضو ركن السموم. وعلى فكرة في مخزن تحت كان موجود برضو لغاية دلوقتي، بس معرفتش انزله بصراحة لانه كان يعني محطوط فيه حاجات كتيرة وما كانش ينفع ان انا بقى انزل اصورها دلوقتي. بس من ضمن الحاجات اللي انا لمحتها على اول المخزن كده اللي هي الحاجات بتاعت افلام كودك، اللي هي الكاميرات والكلام ده كله، لان زمان كانوا بيحمضوا الافلام في الصيدلية دي وفي صيدليات تانية، لان كان من المواد بتاعة تحميض الافلام مواد يعني كيميائية كده بتبقى موجودة، يعني كيميكالز، حاجات كيميكالز موجودة في الصيدلية كانوا بيحمضوا بيها الافلام. فكان مثلا شركة كودك كانت موجودة هناك قبل كده وبتصور، وكان ليها لوح كتير موجودة في المخزن وحاجات تانية كتير. ان شاء الله ابقى اصور لكم المخزن في فيديو تاني قريب. وبرضو لمحت ميكروسكوب كده هناك قديم قوي عجبني جدا، وازازة كده بتاعت مية كولونيا زمان برضو كده قديمة قوي، وكتب كتيرة. وعلى فكرة كان زمان علشان خاطر ترخصوا الصيدلية لازم يكون فيها معمل تركيبات، ومعمل التركيبات ده لازم يكون فيه دفتر، وكمان يعني لازم علشان خاطر الروشتة تتصرف لازم كان يكون فيها اسم الدكتور واسم المريض والتركيبة، والتركيبة دي بتتكون من ايه، ولو فيها مخدرات بيبقى مكتوب فيها كل حاجة، واثبات ان الادوية دي بتطلع وبتتركب ازاي وكل الحاجات دي. وبرضو الصيدلية انا لمحت فيها زي ما قلت لكم حاجات كتير حبيت اصورها لكم من التركيبات اللي موجودة حاليا. عندهم مثلا اللي هو الزيوت، اولا الاوريجنز بتاعتها كلها زيت الجوجوبا وزيوت كتيرة جدا واللافندر وزيوت عطرية كتير وشامبوهات وحاجات كلها من غير اي كيميكالز خالص، وشامبوهات طبعا هتلاقوها بترغيش خالص لان هي ما فيهاش مواد كيميائية، وجميع انواع يعني كل مستحضرات التجميل والكريمات زي ما قلت لكم موجودة، وكل التركيبات بيركبوها بقى من ادوية مثلا ملينة لحاجات تانية مسكنة لخلطات طبية موجودة، وكمان فرش الاسنان الخشب موجودة عندهم. وحتى لو انتوا مثلا في حاجة نفسكم فيها عايزينها تركيب ولقيتوها ان هي مش موجودة يعني بتطلبوها منهم، وفي خلال يوم او 2 بتتحضر على اكمل وجه. فبصراحة صيدلية كاملة شاملة متكاملة، والاسعار هناك تحفة مقابل الجودة اللي بيقدموها. وغير كده كمان يا جماعة ده يعتبر تاريخ وتراث، وكمان يعني ممكن اصلا الصيدلية دي تتعمل متحف. انا شفت هناك اجانب كانوا واقفين بيشتروا يعني ما شاء الله جم اشتروا حاجات كتيرة جدا، لان هم بيثقوا في الادوية بتاعتنا، لان الاسعار بتاعتنا يعني ارخص من بره بكتير، وخدوا فيتامينات وحاجات تانية كانت موجودة. فانا انبسطت ان الاجانب كمان دخلوا واشتروا من الصيدلية دي. فبجد يمكن من احلى الاماكن اللي انا دخلتها هي اجزخانة ستيفنسون الموجودة في وسط البلد في القاهرة، منتهى العراقة والأصالة. البلد دي فيها كتير وفيها كنوز وفيها تاريخ وفيها تراث وفيها كل حاجة جميلة، بس اللي ينزل وينبش ويدور يعني أنا مش عارفة أقول إيه أكتر من كده. الصيدلية دي يعني عمرها أطول من عمر بلاد كتير يا جماعة. روحوا الصيدلية واتفرجوا على الجمال والروعة، مش لازم تشتروا. على فكرة الدكتور زهير اكتر من محترم وذوق جدا، كفاية ان هو سمح لي ان انا ادخل الصيدلية والف فيها، بل لما اتعرفت عليه وتعرف عليا وعرف ان انا برضو دكتورة صيدلانية فوقفت معاه وكنا بنتكلم مع الاجانب الروس وساعدناهم واشتروا بالفعل ادوية وفيتامينز وحاجات كتيرة جدا وتركيبات. فبجد حتى لو انتوا مش هتروحوا تشتروا، هو بيسمح للناس ان هي تصور وتتفرج وتاخد جولة في المكان، وهو بينبسط وبيرحب بالناس جدا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. وما تنسوش بقى اللايك لان ده بيفرق معايا كتير وبيساعد على انتشار الفيديو لناس اكتر. وميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.